أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بالحلقة الأولى من برنامج صوت الناس لعام 2017. يسعد أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. اليوم مستمعينا موضوعنا بحلقة صوت الناس هو المدارس والمشكلات اللي عم بيعاني منها الطالب والمعلم على حد سواء. ولهيك ضيفنا بالاستديو هو الأستاذ أحمد إبراهيم مدير التربية بحمص. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بداية وسهلا. نستطيع أن نقول كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. هو الوطن بخير وجيشنا العربي السوري الباسل بخير نعم. وقائد الوطن بألف خير. نعم. طبعا مستمعينا يعني بالنسبة للتواصل معنا رح يكون على الرقم 211 293 لتوجهوا أي سؤال أو أي شكوى للأستاذ أحمد. بداية أستاذ أحمد خليني أبدأ بالمشكلة اللي عم بيعاني منها المجتمع السوري ككل، هو مشكلة البرد وقلة التدفئة ببعض المدارس. يعني ما في مازوت، هل تم توزيع المازوت على كل المدارس؟ بداية نستطيع أن نقول من خلال المعطيات التي بين أيدينا ومن خلال لجان المتابعة الحقيقة تم توزيع مادة المازوت على جميع المدارس، ولقد أعطيت المدارس أولوية بهذا الشأن باهتمام كبير من السيد محافظ حمص مشكورا في هذا الاتجاه. قديش وزعتوا لك المدرسة؟ في العام الماضي في الشهر الرابع تم توزيع ما يقارب 25 لتر لكل مدرسة في 15/4، وهذه الكمية لم تصرف. وفي بداية العام الدراسي أجرينا سبر على 50 مدرسة، وجدنا أن الكمية لا تزال موجودة. إذا وزع في العام الماضي 15 لتر لأن العام الماضي كان بعد الشهر الرابع أصبح الجو دافئا ولم يحتاجوا إلى هذه الكميات، و تم حفظ هذه الكميات في الخزانات من قبل مدراء المدارس. في هذا العام تم استعمالها، وأيضا أضفنا بعد هذه الكمية 50 لترا. والآن الوزارة مشكورة قدمت لنا أيضا مبلغ مالي مقداره 50 مليون، يمكن أن نشتري 27 ألف لتر، ويمكن أن يوزع في نهاية الشهر الأول بعد انتهاء الجرد في المستودعات. يمكن أن يوزع أيضا 25 لتر آخر على جميع المدارس. طيب هذا الموضوع مين بتحمل نفقاته؟ وزارة التربية. وزارة التربية. يعني في بعض المدارس عم بيتم طلب 700 ليرة من الطالب مشان المازوت. شو هاي نحن كل أي مدرسة أتتنا شكوى عليها سواء من خلال مواقع التواصل أو من خلال شكوى تليفونية، أرسلنا لجان للتدقيق في هذا الموضوع ولم يكن الموضوع دقيق. نحن الآن لدينا لجنة مشكلة للتدقيق في الشكاوي، سواء كان الإذاعات أو كان ذلك فيما يتعلق مواقع التواصل الاجتماعي، فأي شكوى نوجه لمعالجتها بسرعة. إذا كان هناك من مدير مدرسة ولديكم مدراء قد أخذوا، سوف نوجه الرقابة للتدقيق معهم التحقيق واتخاذ أشد العقوبات، لأن هذا الموضوع ليس من اختصاص الطالب، إنما وزارة التربية هي التي تقوم بتأمين مادة المازوت للمدارس ودفع أثمان هذه المواد. نحن بنعرف هذا الشيء. بدي أذكر مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على 211 293. يعني في حال تم طلب من الطالب تحت مسمى تعاون أو نشاط أنه مبلغ 700 ليرة للمازوت وللتدفئة، هذا الشيء غير قانوني، وفي حال تمت الشكوى بتم الاستجابة علما. تتم الاستجابة وأيضا تتخذ إجراءات، وأي حتى لو حصل أي شيء يعاقب مدير المدرسة أو من قام بعملية الجمع في هذه المدرسة. نعم. طيب في شكوى بتقول أنا حابة أحكي عن الألفاظ البذيئة اللي عم بيحكوا لمعلمات للطلاب وخاصة بمدرسة جميل سرحان الابتدائية. يعني شو ممكن تكون عقوبة الأنسية اللي بتتلفظ بألفاظ بذيئة، وخاصة أنه اسمها هي مربية أجيال؟ يعني بداية في وزارة التربية العنف اللفظي والعنف الجسدي يمنع منعا باتا وتحاسب عليه القوانين والأنظمة. ولم تردنا أي شكوى في هذا الخصوص. لو وردتنا شكوى في هذا الموضوع سنكلف دائرة الرقابة الداخلية للمتابعة والتدقيق واتخاذ أشد العقوبات بحق من يستعمل العنف اللفظي بكلمات نابية أو كلمات ليست ضمن إطار السياق الأدبيات العامة للعمل، أو أن يقوم باستعمال الضرب بأي وسيلة من الوسائل. هذا ممنوع منعا باتا. نعم. وكل من يخالف يتحمل المسؤولية وسيتطبق بحقه أشد العقوبات. طيب معي اتصال على 211 293. ألو ألو ألو، معك زنوبيا، تفضل. في مشكلة يا ريت تحت الهواء تتعالج. طيب
غير موضوع المازوت، إذا بدنا نحكي مثلا على صار جاهز معنا الاتصال قبل ما أدخل بالسؤال الثاني؟ يلا طيب. ألو. الو زنوبيا. أيوة تفضل، معك زنوبيا، أنت على الهوا، تفضل. الو. تفضل سامعينك، معك الأستاذ أحمد إبراهيم الو، مدير صباح التربية. الخير. يا هلا، صباح صباح النور، الخيرات. أهلا وسهلا. مع طالب حسين نايف من ناحية شي. أهلا وسهلا فيك. طالب. أول شيء كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير حبيبي. في عندي شكوى مشان نقل الامتحانات، مراكز الامتحانية على حمص. نعم. نحن بالريف عنا 25، عنا بالريف 25 سرفيس بالخدمة بشي. والطلاب البكالوريا 400 ثانوي العامة، والصناعة أكثر من 200، والتاسع كمان شي 600 طالب. فكيف بدنا ننزل نحن على حمص؟ والأهل يعني ما لهم تكاليف كثير إذا بدنا ننزل سياراتنا الخاصة. شكرا لك يا حسين. الو، سامعني؟ إيه؟ وصلت الشكوى. فيه شيء تاني بتحب تقوله لحتى نناقشه مع الاستاذ احمد؟ لا، بس انه مراكز حديدي. ايوه، مراكز حديد نقلوها على تركلها. وعلما مراكز حديد صار فيها نقل، وما بعرف اذا بيعرف مدير التربيه بهالحكي، بس اكيد مراكز حديد صار فيها نقل كثير كبير بالنسبه لمراكز شيء. نقلوها عن تركلها، نحن نقلونا على حمص، ما بعرف لو على الجامعات او شو بتقصد انه صار فيها نقل اثناء الامتحانات؟ يعني صاروا ينقلوا؟ شكرا لك. ما فهمت شو الحقائق اللي عندك؟ يعني هلا انت عم تتفضل بكلام يا سيد حسين، هذا الكلام بده يكون في توثيق. انت عم تقول انه صار في نقل بمدارس حديديه، في عندك شيء وثائق، في عندك شيء ادله، عندك شيء يشير لهالموضوع هذا تعطينا اياه؟ نحن ارسلنا هناك مندوبين الوزاره اكثر من مره وقالوا الامتحانات جيده وما في اي شيء من الحكي هذا. هلا انت عم تقول وعم تحكي صار فيها نقل. الحكي اللي صار يعني الحكي اللي صار لك يا اخي ما يا حسين، وين ما كان يا حسين، هلا الحكي يا حسين، هذا الكلام حكي. نحن بدنا نعطي حقائق دامغه، ما بدنا هلا انت عم تحكي كلام وانا راح ارد عليك هلا اوضح لك حقائق دقيقه في هذا الموضوع. شكرا كثير لك، خليك معنا على الهواء لحتى تسمعنا. اسمع انه مشكله نقل المراكز يعني هي مشكله نقل المراكز لمعالجه مثل هذا الكلام عم تتفضل فيه انت هلا. صحيح، هي مشكله فعلا. انا بدي اشكرك كثير على الاتصال. استاذ احمد، بالفعل ليش تم نقل مراكز الامتحانات من الريف؟ بداية فيما يتعلق بالنقل، حتى الآن هناك تعليمات وزارية صدرت، هناك إجراءات تتخذها الوزارة من أجل معالجة بعض الصعوبات والتحديات والثغرات التي كانت تحصل بالامتحانات في السنوات الماضية. هناك مراكز امتحانية تم إحداثها بسبب ظروف الأزمة. هذه المراكز التي أحدثت حصل في بعضها خلل، لذلك الآن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات، أولها اختبار الترشح، واختبار الترشح الذي يحدد من هو الطالب الذي يجب أن يتقدم إلى الامتحان، من هو الأقدر الذي يتحمل المسؤولية، هل لديه دافعية أم ليس لديه دافعية، وهذا الموضوع يخفف أموال طائلة على الدولة، وبنفس الوقت يتيح الفرصة لطلاب مجتهدين مواظبين لديهم الإرادة والدافعية لتقديم امتحان، وبالتالي الطلاب الذين اعتمدوا على موضوعة الغش وموضوعة النقل لم يبقى لهم فرصة في هذا الاتجاه. نعم. وفي هذا العام اختبار الترشح كان دقيقا جدا ونسبة النجاح كانت أقل من 50% فيه، ضبط بشكل ممتاز، المؤشرات واضحة في هذا الاتجاه. طب في لابد أيضا نحن أن نقوم بإجراءات كثيرة لكي نحسن جودة الامتحان ونضبط الامتحان ولا يحصل فيه أخطاء. الآن هذا الطالب تفضل بكلام وهو كلام ينقل كلام عام، أنه والله في مركز حديدي حصل كذا وكذا. هلا هذا الكلام نحن يجب أن تعالج هذه المسائل. أنا الآن عند التعليمات الوزارية قالت يجب أن تكون الامتحانات في مراكز المدن وفي عواصم المدن وفي عواصم المحافظات. نحن الآن لدينا 12 مدينة، منا 6 مدن الآن يمكن أن نجري فيها امتحانات. هلا لدينا الآن مدينة تلكلخ، ولدينا الآن مدينة الحصن في المجمع الوادي، ولدينا الآن مدينة المخرم، ولدينا مدينة القريتين، ولدينا أيضا مدينة القصير. وبالتالي هناك في هذه المراكز يمكن أن يؤمن الضبط الذي يؤمن سلامة الامتحان، لأنه هو أولا قرب مشرف المجمع مباشرة للمتابعة، وأيضا توجد هناك على الأقل منطقة، هناك رفاقنا في الشرطة يستطيعون المتابعة بشكل كثيف في هذا الموضوع. وبالإضافة إلى الامتحان عندما يكون مركز في مراكز معينة يمكن الضبط والإشراف عليه بشكل كبير من قبل وزارة التربية ومن قبل مندوبي الوزارة، وهذا ما يخفف حالات الغش وحالات الإساءة التي يمكن أن يقوم بها البعض، وهذا يرتقي بجودة الامتحان ويحسن الامتحان. نحن ندرك جميعا. وبالنسبة للصعوبات اللي بدها تواجه الطلاب أثناء نحن الآن
نحن نبحث موضوع الصعوبات، لسنا قادرين على معالجة موضوع صعوبة الامتحانات. سابقا كنا ننزل من الريف جميعا ونأتي للامتحان ونجري الامتحان ونحن في الصف التاسع ونعود إلى القرى. هذا الموضوع نحن نركز الآن على تحسين جودة الامتحان ولا تعميم ثقافي امتحاني صحيحة، وأن نمنع أي حالة انحراف داخل الامتحان، لأننا عندما ننشئ ثقافة امتحانية صحيحة الطالب في حال تأخر الطالب لا يتأخر على الامتحان، لأن الامتحان هو في الساعة 8 ويمكن أن يأتي باكرا للامتحان، وليس كل الطلاب سيأتون إلى الامتحان. طيب. ظروف طريق لم يعد هناك ظروف للطريق. الآن حمص تعافت وعادت إلى وضعها الطبيعي ولا يوجد أي صعوبات أو تحديات فيما يتعلق بهذا الشأن. طيب بدنا نضل بموضوع القرى والريف وسؤال حول المعلمات الموجودات بالقرى والريف. يعني دائما بنلاحظ انه بالريف في معلمات خارج الملاك، والمعلمة بتاخد كم كبير من الحصص وبيكون كتير عليها ضغط، بالوقت اللي نحن عنا هون ضمن المدينة في فائض. ليش ما بيتم يعني بعد هذا الفائض للقرى منه بتتقاسم المعلمات الجهد والتعب والوقت، وخاصة انه اللي بتضيع هن خارج الملاك؟ يعني الاشكالية واقعة الآن أصبح لدينا نقص في كثير من الاختصاصات. لا يوجد لدينا سوى اختصاص واحد لدينا فيه فائض من المواد بعد استقالة عدد كبير من الزملاء المدرسين والمعلمين. هلا بمادة اللغات يعني تحديدا بيكون في ضغط على المعلمات بالريف. أنا سوف أتحدث الآن في هذا الموضوع. فيما يتعلق باللغة الإنجليزية لدينا عدد كبير من المعلمين والمدرسين. المدرسين عندما يذهبون إلى الريف يشتكون من غلاء أجور المواصلات، وهذا يشكل عليهم عبء كبير. بعض المناطق تحتاج يوميا إلى أقل شيء 2000 ليرة سوريا ذهاب وإياب حتى يصل المعلم. هذا الوصول يكلف المعلم ما يقارب حوالي، يعني إذا أن 22 يوم ضرب 82 ألف ليرة سوريا في الشهر، وراتبه وسطيا معدل 40 ألف ليرة سوري، فسيقع المعلم في عجز وفي صعوبات كثيرة في هذا الاتجاه. نحن حاولنا بكل وسائل. في هذا العام لم يعد لدينا فائض إلا النذر اليسير فيما يتعلق ببعض الاختصاصات وهي مادة اللغة الإنجليزية. نعم، هذه لدينا فائض. أما الآن في الفيزياء ليس لدينا فائض، بالعلوم ليس لدينا فائض، بالمادة الرسم ليس لدينا فائض، بالمادة الوطنية ليس لدينا فائض. سيتم إجراء مسابقات قريبا جدا. هذه المسابقات عندما تأتي في الشهر الثالث أو الرابع سوف يتم أيضا رفض هذه المدارس التي فيها نقص من المدرسين. الآن في شين لدينا عدد كبير من المدرسين. في الحواش لا يوجد لدينا نقص. كل الفائض الذي وصل تقريبا إلى 122 معلم ومدرس تم نقلهم الآن إلى مجمع تلكلخ لسد النقص. والآن معظمهم أصبح يداوم في مدينة تلكلخ لكي نتخلص من الفائض. الفائض الموجود لدينا بالمدينة تم نقله إلى الريف القريب، وتم تسكير أيضا معظم الشواغل أو سد معظم الشواغل الموجودة في الريف القريب. طيب المدرسين يعانون من اجور بيعانوا من ضغط. يعني يعني المدرسة عم بدرس مو بس حلقة واحدة، حلقتين. يعني احيانا عم تاخذ مدرسة الانجليزي من السابع للبكالوريا، وهذا الشيء هلا هذا الكلام بالريف عدد الطلاب قليل جدا. في ظروف الأزمة تم هناك توجيهات، تم إحداث سنويات وإحداث إعداديات لكي نخفف على أولياء الطلاب وعلى الطلاب من ظروف التنقل والصعوبات. وهذا ما أدى إلى إحداث شعب صفية نموذجية. قد تكون يعني عدد الشعبي لا يتجاوز 22 أو 23 طالب، وبالتالي هذا ليس عبئا كبيرا كما هو الحال في المدينة الآن. في لدينا شعب 50 و60 طالب ولدينا دوامين. صحيح. مستمعينا بذكركم بالرقم يلي فيكم تتواصلوا من خلاله معنا هو 211 293. كمان أستاذ يعني بدنا نحكي عن أثناء المذاكرات. يعني مين مسؤول عن توزيع الأوراق؟ مين مسؤول عن طباعة الأوراق؟ ماذا تقصدين بالمذاكرات؟ هل المذاكرات الفصلية أم الامتحان أم ماذا تقصدين؟ المذاكرات الفصلية. يعني المذاكرات الفصلية المسؤول عن تأمين الأوراق وطباعة الأسئلة هي إدارة المدرسة يلي عم تجمعها من الطلاب. طبيعي يعني هذا الكلام لا يجمع. بس نحن عم ناخذ منك إنه هل هذا حق أم غير؟ هذا لا يجمع من خلال المدرسة، يصرف من وجيبة التعاون التي تؤخذ من قديش هو المبلغ التعاون؟ هلا وجيبة التعاون هي الحقيقة وجيبة قليلة جدا بحدود 82 ب95 ب105 ليرات تقريبا. وجيبة طيب. قليلة. لكن تحدثنا في السابق عن هذا الموضوع وقلت على إدارات المدارس وهناك قرار وزاري، وتكلمت في حلقة سابقة من خلال إذاعتكم الكريمة هذه وقلت أن هناك بلاغ وزاري. البلاغ الوزاري يحدد آلية جمع التبرعات من خلال مجلس الأولياء.
مدير المدرسة عليه أن يجتمع في مطلع العام الدراسي بعد أن يجمع التعاون من الطلاب، ويقوم بإرسال حصة التربية وحصة أيضا وزارة التربية. ماذا تبقى لديه من هذا التعاون؟ المبلغ لنفترض 100,000 ليرة سورية، هو يحتاج إلى 300,000 ليرة سورية. يدعو إلى مجلس أولياء ويشكل لجان لكي تستقبل التبرعات. من خلال هذه اللجان ربما يقوم 5 أو 6 أو 10 من أولياء الأمور ويدفعون هذا المبلغ، ولا يوجد إكراه في هذا الموضوع. لا يمكن أن نكره الطالب. البعض من الزملاء أخطأ الحقيقة في طريقة الجمع أو طريقة التعامل مع القرار الوزاري، وأحيل معظم هؤلاء إلى الرقابة الداخلية، واتخذت بحقهم عقوبات، منهم إنهاء التكليف، ومنهم عقوبة حجب ترفيع، ومنهم أيضا تم خصم 4% أو 3% من رواتبه لمدة 6 أشهر للمخالفة. الآلية الصحيحة هي كما وردت في الكتاب الوزاري، واضحة. تشكل لجنة في المدرسة تقوم بجمع التبرعات بما يكفي لحاجة المدرسة من القضايا التي تقوم بها إدارة المدرسة. وليس من المطلوب من خلال وليس المطلوب من المواد المطلوبة من مديرية التربية. مديرية التربية تقدم مواد، أما الإدارة يمكن أن تقوم بتأمين الورق، أوراق المذاكرة، وقضايا بسيطة جدا فيما يتعلق بالمدرسة نصت عليها الأنظمة والقوانين. وهناك لجنة تعاون والنشاط تقوم بهذا الموضوع، تجمع هذه الأموال وتقوم أيضا بصرفها وفق فواتير نظامية وتسجل في سجل التعاون والنشاط. طيب مستمعينا على 211 293 في اتصال. ألو، يعطيك العافية. صباح الله الخير. يعافيك، صباح الخيرات. أختي الكريمة، أنا بصبح عليك وعلى الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك. لا. أنا أبوه طالبي بخربة الحمام، ابتدائية خربة الحمام. نعم. شو اسم الابتدائية؟ ابتدائية محمد علي أستاذ. ابتدائية شهيد محمد علي. نعم تفضل. في أنسي هنيك بتضل يعني إلى شهر غايبة. شو اسمها؟ في داعي أذكر اسمها يعني ولا شو؟ عم يتكلف حد بدالها طبعا مشان نعالج موضوع. لا ما حدا متكلف بدالها. لا خلينا ناخذ اسمها تحت مشان الهواء، نعالج بناخذ اسمها تحت الهواء لو والشعبي. سمحت. شعبي أي شعبي؟ لا، أي صف يلا بنتك راح وأي شيء. اسمها رشا خضور أستاذ. طيب والشعبي أي منهم؟ أول ابتدائي طبعا يا أولى هي صف ثاني البنت، يا أولى يا ثاني، والله بالضبط ما بعرف. صف ثاني خلص. ما في غيرها، هي وأنسي ثانية يعني. تكرم عيونك، تكرم عيونك. شو مشكلتك؟ نعم. شو المشكلة؟ شهر ما داومت؟ إلى من أول المدرسة بتغيب. هي كانت مستلمتها من الصف الأول. شو عم تحصل على إحالات صحية نظامية يعني؟ والله ما بعرف. أكيد. طيب أنا ممكن تكون من الإدارة المشكلة، ما عم طيب تجيب ما عم يتم تكليف خارج ملاك؟ ما حدا، لا كل يوم بيبعتوا من المدرسة على البيت ياخذوا لها غايبة. أنا خلص هذا الموضوع نحن اليوم بنعالجه وبخبرك أنا شو النتيجة. هلا باخذ رقم تليفونك أنا من هون من تحت الهواء وبخبرك على البيت. الله يبارك. تكرم عيونك، بنعالج اليوم. مشكور. على شكرا راسي كثير على لك. راسي على راسي على راسي. مستمعين على 211 293 عم نستقبل اتصالاتكم. وايضا يعني استاذ احمد، في بعض الرسائل يلي عم تجينا عم بتكون حول المجمعات التربويه الريفيه، انه بعض مشرفي المجمعات بيعامل الناس انه هو كمدير او كوزير بالتربيه. طبعا على سبيل المثال بيقول يلي بعت الرساله انه مشرف أحد المجمعات التربوية حاطط أول حرفين من اسمه. بنتمنى أنه تروحوا تشوفوا بفترة ما قبل الامتحانات النصفية أثناء توجه الإداريين لتصوير أوراق الامتحان بالمجمع. راح تشوفوا أنه كل مدير مدرسة أحضر معه لترين بنزين بحجة أنه ممكن تنقطع الكهرباء والبنزين للمولدة. مو كل المدراء بيحبوا يتبرعوا بلترين بنزين وما حدا مجبور، بس محرجين. حتى لو نسألوا بيقولوا لك أنه هي يعني بيبرر المدراء لأنفسهم انه هن يعني عم بياخدوا معهم. شو رأيك؟ مع اتصال هلا برجع بستقبل. خليني بداية أنا ما أتمناه أنه أن نعرف اسم مشرف المجمع هذا، وثانيا لا يوجد لدينا نحن مولدات في المجمعات التربوية نهائيا. طرح هذا الموضوع علي أكثر من مرة ولم نتمكن. ليس لدينا اعتمادات لكي نقوم بشراء مولدات وبنزين المدارس، لا تسمح القوانين والأنظمة بذلك. لم نقم بتأمين مولدات ولا لمجمع تربوي نهائيا حتى هذه اللحظة. أما آلة التصوير، إما أن يصور، إما أن يقوم بالتصوير في المجمع إذا كانت لديه آلة سحب، ونحن وزعنا على المجمعات التربوية آلات سحب وآلات تصوير. وإذا لم يتمكن يمكن أن يأتوا إلى مدير التربية، فتصوير أوراق الامتحانات النصفية تتم في المطبعة التربية وهي جاهزة ومستعدة للعمل، بالإضافة إلى أيضا شعبة السحب في مدير التربية. نعم. هاتين المطبعتين تقومان بطباعة أسئلة الامتحان. ليس مطلوبا
أن يقوم التصوير في المجمع، ليس ضروري. طيب ولا توجد مولدات في عم المجمعات بيقول أبدا. صاحب رسالة إنه بعض المجمعات الريفية بتصرف أصحابها كالما فيها تماما بالأسواق، بنرجو معالجة الفساد. بدي أخذ الاتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيكي. ممكن أحكي مع الأستاذ أحمد؟ تفضلي. ألو. تفضلي سامعك. تفضلي. يعطيك العافية. أهلين يعطيك العافية. نحن من قرية القبو. نعم. أنا عندي ولدين بالمدرسة. نعم تفضلي. البنت ابتدائي صف 5 والصبي صف 8. البنت شهاد صف 5. 5 و8. نعم. دفعونا تعاون نشاط 1100 ليرة، يعني للبنت 500 وللصبي 600. ومع هيك عم بيخلوا الطلاب مثلا انه عندي المذاكرات، المفروض الطالب انه يدفع لنا الانسه مشان نصور له الورقه بالمكتبه خارج المدرسه، ويدفع ثمن اوراق المذاكره. اي عم يدفع اجار التصوير مثلا. هي مو قديش؟ هلا مو المشكله قديش، بس المشكله انه معقول انه يدفع الطالب 600 ليره وكمان خلال السنه بده يضل يدفع اولا 10. ليس مطلوب اسماء المدارس. ما هي المدارس؟ اذكري لي اسماء المدارس اذا سمحتي. مدرسه الشهيد تميم احمد ومدرسه الشهيد هاشم منصور الابتدائيه. تميم احمد. وفي عندنا كثير تجاوزات بمدرسه الشهيد تميم احمد. شو التجاوزات مثل ايش؟ كثير، مثلا في طلاب من خارج المدرسه عم بيفوتوا، عم بيصير مشاكل مع المدير. شو بيعملوا يعني؟ شو سلوكهم هدول؟ من برات المدرسه من برات المدرسه. ايوه. في كثير ظاهرات كثير. هاي بنعالجها مع السيد مدير الناحيه هناك، بنحكي معه بهالاتجاه. انا بتمنى اذا هيك طلاب اللي عم يدخلوا مواطنين وليس طلاب. ايوه ليش عم بيدخلوا هيك؟ منه بسلاح، منه هيك، منه بنات، كذا امور. ماشي فهمت عليك. خلص هذا الموضوع يعالج مع السيد مدير الناحيه. ايوه بس مشان انه كمان المازوت ما من اول السنه، يعني الاولاد عم يجوا بردانين. ليش؟ المازوت مؤمن عندهم من 15/4 العام الماضي، وعبوا من تاريخ عبوا ب1 11. ليش ما في صوبيات؟ وين الصوبيات؟ احتمال يكون في مازوت بس الصوبيات ما عم تشعل، بيجوا الاولاد بردانين. ليش ما عم تشعل الصوبيات؟ يعني والله الاداره هيك ما بعرف. وين ما عم تشعل الصوبيات؟ وكمان ما عنده شبابيك. وين الصوبيات ما عم تشعل؟ وين؟ بالثانويه، بالاعداديه، بالاحرى. في الثانويه زائد الاعداديه. أيوة. لا تشعل الصوبيات. قليل كثير. طيب بكره لدرجه انه ابني قال لي ماما عبي لي بقنين ومازوت بدي اخذ. لا تعبي له المازوت موجود، لا تعطيه شيء نهائيا، وبكره احنا عم نعالج الموضوع. هلا انا باخذ رقمك من تحت الهواء ونحكي معك. نعم باخذ رقمك من تحت الهواء ونحكي معك على البيت. شكرا كثير لك. بتحبي تعطيني رقمك هلا؟ اعطيني. اتركي لنا رقمك عند الشباب. اتركي رقمك تحت الهواء، انا بكره ببعث الرقم لهناك، دقق الموضوع بخبرك. شكرا كثير لك. بس هلا صار في عندنا نقطتين نحن. موضوع المازوت شو قلتي لي؟ نوافذ ما نوافذ؟ شو وضع النوافذ؟ ما في شبابيك عندهم. الجناح اللي قاعدين في صف 7 و8 بارد كثير يعني. هو طيب ليش ما في شبابيك؟ ما في، مكسره كلياتها كذا مره. صف 7 و8 ايوه ما في شبابيك. وين النوافذ؟ ما بعرف. شو هالحكي هذا؟ والله ما في ابدا. هلا نحن عم تجينا التقارير من المجمع ان الامور جيده والمدارس جيده، ما في اشكال. انا بتمنى انه حدا يطلع. انا راح اكلف التوجيه، راح اكلف التوجيه الاختصاصي والرقابي بكره، انه بيقولوا لك انه كل شيء تمام، كل شيء كذا. بكره بيطلعوا لهناك بكره. مزبوط، بس اذا طلعتوا شفتوا على ارض الواقع ما بتلاقوا. راح اكلف فريق بكره يقرا الواقع هناك، وبنحكي معك. هلا باخذ تليفونك وبحكي معك. شكرا كثير لك. شكرا لك. يعطيكم العافيه. مستمعينا مكملين معكم بحلقة صوت الناس مع الأستاذ أحمد إبراهيم مدير التربية. فيكم تتواصلوا معنا على 211 293 لحتى يعني تقدروا تتواصلوا مع الأستاذ أحمد إبراهيم أكثر. أيضا في تعليق هلأ إجانا، ممكن تسألي المدير عن رقم هاتف المديرية لحتى نشتكي فينا يا استاذ. نعم. عم بيقول التعليق، ممكن تسالي المدير عن رقم هاتف طبعا بالمديريه لحتى نشتغل. 21 ايوه 61 61 440. وممكن هذا رقم تليفون المكتب عندي. ممكن يحكوا على امانه السر عندي كمان، بس ماني متذكر الرقم بالضبط. انا راح اعطيكم اياه. يتصلوا بالانسه هناء دي بالسكرتيره، هي بتعالج شكاوي. طيب ايضا لا اسامه بيقول ليش ما عم تعطونا تردد المحطه؟ تردد المحطه هو 98 ميجا هرتز يا اسامه. ايضا عم نحكي كنا من شويه انه ما عم ياخذوا من الطلاب. عم بيجينا تعليق انه مو صحيح، اليوم عم ياخذوا من الطلاب واليوم دفعت. يعني سرين بتمنى انه تتواصلي معنا على 211 293 لحتى نعرف منك تفاصيل اكثر باي مدرسه وشو يلي عم بيصير. استاذ، يعني من الاسئله اللي كمان بتنطرح انه
مطلوب انه يا ريت تناقشوا موضوع نقابة المعلمين يلي ما بتعمل شيء غير اقتطاع الاموال من المعلمين، والتأمين الصحي يلي عدم وجوده افضل منه. 90% من الادوية الضرورية ما بتنصرف بموجب هذا التأمين. فيما يتعلق بنقابة المعلمين، هي منظمة شعبية، ليس لنا أي صلاحيات على نقابة المعلمين في هذا الاتجاه. نعم. يعني نحن كمديرية لا تتبع لمديرية التربية، فهي منظمة شعبية. نعم. مستمعينا مكملين معكم، معي اتصال على 211 293. الو، صباح الخير. يا هلا، صباح الخيرات. صباح أزاز النوبيا. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لكم على هالبرامج الحلوه. اهلا وسهلا فيكي. انا ام طالب بمدرسه فداء خطيب. ايوه. انتوا ما قلنا مدير التربيه انه لما لازم يدفعوا حق طباعه ورق. انا دفعت امبارح واليوم 100 ليره. فداء الخطيب ابتدائي حلقه اولى. ايوه. وين هاي؟ بوادي الذهب. فداء الخطيب 3 مذاكرات و3 مذاكرات، يا بياخذوا 75 او 50 ليره من كل طالب طباعه ورق. كل مذاكره 75 ليره سوريا؟ يا 50 يا 75. شو كان اسمها سابقا المدرسه هاي؟ ممدوح حدوان. طيب ممدوح حدوان. يعني نحن ما في مشكله، ونحن مش قد دفعتوا تعاون انتم؟ 200 ليره. 200 ليره. وبالنسبه للمازوت؟ المازوت هلا احيانا اولادي بيقولوا لي شغالي، احيانا لا، ما بعرف شو السبب. بس انه انا بدي اسال سؤال، انه طباعه الورق ما يقول لمدير التربيه ما لازم نحن ندفع. اسمحي لي، طباعه الورق اذا كانت المدرسه اخذت بالتعاون والنشاط ثمن الاوراق ما في مشكله تدفعوه. هلا نحن دفعنا نشاط وتعاون، ومبارح ابني صف ثاني جاي عم يقول لي ماما الانسي بدها 50 ليره طباعه ورق فحص. نحن راح نبعث الرقابي وندقق بهذا الموضوع، اذا في مخالفه بيتعاقبوا. هلا بس سؤال، ممكن سؤال ثاني بعد اذنك؟ نعم. هلا انسي صف ثاني، يعني صف ثاني بتعرف انه عمره صغير، لازم تسايريه شوي، ما تضل تعصبي عليه، صح ولا لا؟ نعم طبعا. هلا انا عندي ابني في مشكله، بضل مرعوب من انسي. باي شعبي؟ باي شعبي؟ فيني احكي لك الانسي ما فيها شيء، بس في شيء انه بضلوا عصبيات. هلا انا صف ثاني، هلا هي بجوز منعكسات الازمه كمان يعني. هلا انه طفل صف ثاني بحيان بيجي لعندي بيقول لي ماما بتضل تعيط. بتعيط كثير ما هيك شكله. شو اسمها الانسيه؟ نيروز، بس كنيتها ما بعرف. بتحكي شيء كلام منابع؟ لا بس عياط. لا على سلامة الأنسي وتعليمها ممتاز. كم طالب عنده بالصف الشعبية؟ بجوز بتوقع شيء 45 قالوا لي. هلا إذا 45 ضمن المعيار الخريطة المدرسية بيطالعوا الواحد عن طول. لا 45 ضمن معايير الخريطة المدرسية، ما تجاوزنا نحن. لا 43 لك الأنسي تعليمها ممتاز، بس تعليمها جيد، بس هي شوية العصبية خففها إنه طالب صف ثاني يعني. هلا طالما اسمحي لي، طالما إنه تعليمها ممتاز وأداء جيد، بدنا نلتمس العذر شوي. بتعرفي الظروف شلون أحيانا. لا أنا ما نزعلاني، بس إنه هاي العصبية نحن بالبيت بنحاول نساعده. هلا بجوز يكون ظروفه صعبه وعنده ضغط، والله يعينها، بتعرفي ظروف الناس. ماشي، يعطيكم العافيه. شكرا. بس انا حبيت اعلق على طباعه هلا الطباعه نحن راح نحكي مع المدرسيه ونتابع يعني الموضوع. والله العظيم انا امبارح دفعت لاولادي اشتراك طباعه ورق. انا راح اخذ رقمك من تحت الهواء هلا وبنحكي معك. ماشي، شكرا كثير. شكرا على مداخلتك. شكرا كثير. يعطيك الف عافيه. الله معك. يعني رجعت اجتنا شكوى استاذة عن موضوع انه تغطية النقص الحاصل بالريف، وخاصة الريف الغربي لمواد اللغات. شو ممكن انه تتصرفوا حيال هذا الموضوع؟ ما هو المقصود في الريف الغربي؟ يعني انه قرى الريف الغربي انه هلا اولا انا قلت في الريف الغربي شين والوادي يوجد كادر كامل، والكادر اسمحي لي، والكادر الفائض الان في الوادي نقل الى تلكلخ لسد الشواغر، مدرسين ومعلمين. 122 مدرس ومعلم نقلوا الى تلكلخ. قرار واحد، شكلت لجنه من معاونين المدير درسوا الواقع مع مشرفين مجمعاتنا. بهاي الضيعه الموجوده هون يلي فيها الاعدادي مع الثانوي سوا، يعني حددي لي اي مدارس، حددي لي مشان اقدر اعالج. مو محددين. لا انا اتمنى ان يحدد الموضوع، اذا في رقم تليفون نتصل معهم نحدد الموضوع مشان نعالج. الكادر موجود. اوكي طيب، مع اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. انا من منطقه حمص من قريه الحليسي. اهلا وسهلا فيكي. ما يحكي الاستاذ احمد عن التعاون، مشان التعاون. ايوه. نحن عندنا اخذوا بالاعداديه من كل طالب 400، من الابتدائيه 350، ومعزوط ما عندنا شغل الصبيان. طيب يا انسي اذا سمحتي، اذا تفضلتي يا مدام، هلا الكنيسي حلقه اولى؟ ايه حلقه اولى ولا حلقه ثانيه؟ حلقه اولى. ما عم تشعل صوبي ابدا؟ لا هلا الاعدادي بالمره قالوا لنا ما شعلوا، في شبابيك مكسوره ما. لا هلا انت عم تحكي على الحلقه الاولى ولا على الحلقه الثانيه؟ والله ما بعرف. اي صف يا مدام؟ اي صف؟ سابع واعدادي. طيب اذا معناتها مو بالحلقه الاولى، بالسابع، مشان نحدد نحن. سابع ايوه زائد ثامن زائد تاسع. ايوه. هون ما عم يشغلوا الصوبيات ابدا. هلا الصوبيات بيشغلوها وقت البرد، اما اذا صار الجو دافئ ما بيشغل الصوبيات.
بس ليش ياخذوا تعاون 400 من كل طالب؟ هلا تعاون يا مدام، التعاون واضح، رسومه نحن قلنا بالنسبه للتعاون يعني رسومه كلها بحدود 90 ليره سوري او 95 ليره سوري بالنسبه للحلقه الثانيه. هلا اما انتم صار مجلس اولياء ولا اخذوا هيك؟ لا اخذوا هيك، بعتوا انه اخذوا من كل طالب 400 ليره سوري. ما بصير هذا الكلام، يجب ان يجمع عبر مجلس اولياء منظم وبصير في اجتماع. نعم. يعني في مشكلة انه بالفعل انه يمكن هلا اوكي الكل بأزمة وكل بحاجة انه نتعاون لحتى نقدر نمشي امور المدرسة، ويمكن المخصصات للمدارس ما كافية وبظل هذا الغلا يلي عم نعيشه، لكن يعني لو يصدر قرار موحد من مديرية التربية حتى لو رفع النشاط مثلا الى حد 300 ليرة على كل طالب، الا انه ما بيشعر الاهل بالغبن او انه في حدا عم يستغل الازمة ويدفع الطلاب. يعني ما في مشكلة انه لما شو ما كان المبلغ لما بيكون صادر قانونيا. يا انسي اولا نحن هذا القرار ليس من صلاحيات مديرية التربية، هذا القرار هو من صلاحيات وزارة التربية. وزارة التربية رأفي بحال الاولياء ورأفي بوضع الطلاب، تركت الموضوع لكي يتم عبر مجلس الاولياء. مجلس وبدون اكراه. في مجلس الاولياء يمكن ان يقوم 10 بدفع هذا المبلغ ولا نحمل الفقراء. أما عندما نفرض عليهم رفع وجيب التعاون ونشاط بأعداد كبيرة، هذا سيسبب لنا إرباكات كثيرة للأهل. يعني أنا في مجلس أولياء أحيانا في عكرمة مثلا على سبيل المثال يمكن أن يوجد في مجلس أولياء 50 شخص، 50 شخص منهم 10 مليئين ماديا يقومون بدفع هذا المبلغ ونخفف على الفقراء في هذا الاتجاه. أما عندما أعمم مبلغ كبير سوف يؤدي إلى إشكالات وصعوبات كبيرة على الأولياء وعلى الطلاب. لذلك الوزارة كانت رؤوفة جدا في هذا الموضوع وقالت يعقد مجلس أولياء وتشكل لجان منظمة فيه، لكن وللأسف بعض الزملاء لا يلتزمون بهذه المعايير، وكل من لا يلتزم سوف يتم معاقبته. هذه المدارس التي ذكرت سوف نرسل الرقابة لكي تدقق، إذا كان هناك مخالفات سوف يتم معاقبة إدارات المدارس وإنهاء تكليفهم حتى. مع اتصال على 211 293. الو ايوه صباح الخير. يا هلا صباح الخيرات. انا نسرين اللي عم بحكي من التعليقات، ممكن احكي مع المدير؟ اهلين يا نسرين، تفضلي تكرم عينك. بالنسبه للتعاون النشاط، ايوه مدرسه الابتدائي اخذوا عادي. وين يا ست نسرين؟ وادي الذهب. يا مدام جميل حضرتك سرحان المدرسي اخذوا مني، بس اتفضلي. بالنسبه للطباعه كل مذاكره 50 يا مدام واكثر. يا مدام اذا تكرمتي، هلا انت جميل سرحان حلقه اولى ما هيك؟ ايه. شو اخذوا 100 بالتعاون. تعاون شو 100؟ بس بالنسبه للفحص للمذاكرات كل مذاكره 50 ليره يا مدام طباعه. اذا اخذوا 100 معناتها بدهم يضطروا ياخذوا 8 اوراق المذاكرات. اذا اخذوا 100 لانه ما بتكفي هاي ال 100 ما بتكفي، بتعرفي انت يعني طيب مبلغ. في مدرسه الخوارزمي جنب جميل سرحان حلقه ثانيه اخذوا 650 تعاون. ليش؟ اخذوا عملوا مجلس اولياء ولا هيك؟ لا ما بعرف، انا ما حضرت مجلس الاولياء. هلا هو يفترض يصير مجلس اولياء. انا بتذكر بالنسبه للالفاظ البذيئه انا بعرف اسم الانسي اسمها مياده بصف الالفاظ البذيئه وين؟ بجميل سرحان كثير الفاظها يعني ما بتقول لهم غير يا حيوانات. شو اسمها؟ اسمها مياده، بس مياده شو ما بعرف. الالفاظ بذيئه كثير وعنف لفظي يعني بتقول لهم قاعدين بالصبل. ليش هي شو اسمها؟ شو اسمها؟ اسمها مياده، بس الكنيه ما بعرف. صف خامس بتعطي عربي. ميادة صف خامس. شكرا كثير لك يا نسرين على شكرا لك على المداخله. شكرا لك. حنتابعها ونحكي معك على الهواء. يعني انا شارفه وقت الحلقه على الانتهاء استاذ احمد. يعني بالنسبه للشكاوي اللي سجلتها حضرتك نحن نتمنى انه يعني يكون الموضوع بالفعل وخاصه موضوع التعاون يعني يكون بس محدد ضمن حد معين. يعني ما يكون فيها التفاوت. هو محدد من قبل، هو محدد وبشكل كامل من خلال قرار الوزارة. قرار الوزارة حدد اللجان وحدد الآليات وحدد طريقة جمع الأموال لكي لا نشكل عبء على الفقراء. لكن وللأسف بعض زملائنا عم يسيئوا فهم طريقة التعامل مع هذا القرار. القرار الوزاري يعني في رحوم للطلاب ورحوم لأولياء الأمور، ومشان ما نحمل الفقراء كمان نحمل مليئين ماديا. طيب اتصال أخير. ألو صباح الخير. يا هلا صباح الخيرات أستاذ أحمد. صباح الخير. تفضل. صباح النور حبيبي. أبو سامر من واد الذهب. أهلا وسهلا. أهلا سيد أبو سامر. أستاذي الكريم بالنسبة لمدرسة سعد عاقل. سعد عاقل نعم. ما بشوف الطلاب إلا على حيطان المدرسة. ليش؟ لأن السور واطي. نعم. أنا راجعت المدير بهالخصوص هذا، عم يحكي إنه طلبنا التربية برفع السور. نعم. هاي واحد عم يشكل أذى كبير. نعم هاي واحد. 2
باب المدرسة بيضل مفتوح بشكل دائم. كمان أنا رحت عند المدير بالخصوص هذا، يعني أنا رحت أسأل على ابني، فتت عن المدرسة وطلعت عند الموجهة ونزلت وما حدا سألني وين رايح. دخلت من باب الإدارة ولا من باب الطلاب؟ نعم أستاذ. عفوا الله يعمل، دخلت من باب الإدارة ولا من باب الطلاب؟ طبعا باب الإدارة. باب الإدارة. نعم مفتوح أثناء الدوام. ما دخلت من باب الطلاب أنت؟ لا مغلق أثناء الدوام. من قبل باب الإدارة مفتوح بشكل دائم. أيوة. هاي واحد. ما حد قال لك وين دخلت وين رحت؟ ما في حارس، ما في آذن على الباب؟ ما حدا سألني وين راح وين جاي. طلعت عند الموجه لفوق سحر، سألت عن ابني ونزلت عند المدير. نعم. طلعت فتت وما حدا قال، والالزام بالغرفه ما حدا سألني وين فايت وين طالع. نعم. طلعت للموجه ونزلت لعندك. سنعالج الموضوع بالسرعه الكليه وبتكلف آزم بشكل دائم بياخذ بطاقات الناس. نعم. والأهم إنه الطلاب قطعوا بوقت مبكر، يعني 22 يوم قطع الطلاب ورجعوا. كان يوم 3 رجعوا الطلاب الساعة 10 الصبح من المدرسة. أي يوم هذا؟ هذا كان يوم 3 من السنة الماضية، يعني من حوالي 15 يوم. من 15 يوم انقطاع؟ نعم. مين رجعوا؟ يعني مين رجع الطلاب؟ يعني ل 11 شهر مواد فحص. هلا هذا الكلام 22 يوم. هذا الكلام ممنوع، لا يحق للتلاميذ ولا للطلاب الانقطاع إلا قبل الامتحان. استغربت إنه كيف صرفوا الطلاب كان يوم 3 بس بالشهر ما عاد ذاكر. نحن صرفوا الطلاب الساعة 10 الصبح. 10 صباحا. مين نعم. يعني مين صرفون؟ الإدارة. طيب. الإدارة صرفتهم أستاذ. طيب هذا الموضوع في الغد سوف نرسل الرقابي لكي تدقق في هذا الموضوع ويتحمل مدير المدرسة كامل المسؤولية. يعني في مدرسة في فوضى طلابية، في عدد طلاب كبير الحقيقة. هلا هو الحقيقة عدد طلاب كبير، هناك شيء 1600 تلميذ بالمدرسة. ما هيك؟ نعم. الأعداد كبيرة. نحن زدنا لهم عدد الموجهين وزدنا لهم عدد الإداريين مشان يتم الضبط. كلامك اللي عم تفضل فيه. هلا بس بالنسبة للسور ما بنقدر نرفعه، وهذا نمط البناء هيك بالمدارس الحديثة كلها. ما عم يعني هو لازم يكون في تصرف من الإدارة. من جهة الباحة واطي السور. طيب. على ما يدوا بالي الباحة مرتفعة. طيب. هلا احنا بالمستقبل نعمل له دراسة بنشوف، بس نحن ما فينا نرفع السور لأنه المدارس الحديثة كلها خلوا أسوارها قليلة الارتفاع جدا. هاي المدارس الجديدة الحديثة. بدي أشكرك كثير على هالمشاركة. شكرا لك أستاذ. وأيضا بدي أشكرك كثير أستاذ أحمد إبراهيم على وجودك معنا، وإن شاء الله يعني بتنحل إيدنا بإيدك. نحن بنوصل الصوت وحضرتك من موقعك بتحل المشاكل اللي عم بيعاني منها سواء الطلاب أو حتى المعلمين. كل الشكر والتقدير لقناة زنوبيا الغراء التي أتاحت لي الفرصة لكي أستمع إلى مداخلات السادة المواطنين، وكل الشكر للفريق العامل في هذه القناة. وأتمنى الآن أن أوافى بالأرقام تحت الهواء لأسماء الأشخاص لكي أقوم بالمعالجة وإخبار هؤلاء الأشخاص مباشرة من خلال مكتب المعالجة في مديرية التربية. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا على تواصلكم معنا. كنت معكم أنا رؤى العلي، بلتقي فيكم بحلقة جديدة من برنامج صوت الناس الثلاثاء المقبل. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. زنوبيا FM قدمت لكم صوت الناس. برنامج أسبوعي يتناول قضايا الناس لإيصالها لأصحاب القرار. إشراف وداد العلي. إعداد وحوار رؤى العلي. الإخراج مرهف حمدان وطلحة مهرات.